احلى طبق كوارع تعمليه في البيت كده هوت وتاكله كده هوت بألف هنا وشفا يا رب على اللي يعمله على اللي ياكله. أكلة شتوية ومفيدة ومغذية لعشاق الكوارع للناس الأكيلة. اتفضلوا معانا، دايما عامر بيكم وبحبايبكم، وأشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا أكلة شتوية، طبعا شايفينها كلنا، الكوارع. كوارع من الأكلات الشتوية المفيدة جدا اللي بيشتكي من ركبه، طبعا مليانة بالكالسيوم، والشوربة إن شاء الله هنعملوها بطريقة سهلة جدا. معانا مكوناتها بسيطة قوي وطريقتها إن شاء الله بس تتبعيها تطلع معاكي شوربة زي الحليب. معايا هنا هوت مستكة وحبهان، وانا بغسلها دايما بالليمون، تحطهاش فيها عليها خل، ان الخل بيطلع منها كده هو زي او بيثبت لو فيها زفارة او حاجة. مهما بتجيبيها من عند الجزار الا بتعيدي تنظيفها تاني وبتشوفيها كده بعينك الحلوة بتبقى زي القشطة. يلا بينا على الطريقة. هنزل كده هو على طول بمية قربت اهي تغلي، هنزل كده هو بيها كده على طول. دايما تبقي وصي الجزار بتاعك ان يقطعها قطع معقولة، دي حبذا تبقى كده قطع مناسبة. دي حاجة، والحاجة التانية كمان لما بتحبي تعمليها يفضل تعمليها في الستانلس، عشان طبعا بتغمق الحلل الألمونيا والحاجات دي. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا أول ما المية تغلي حرمي أول دور، يعني هي بتاخد غلوة في المية دهيت وباخديها، وزي ما شايفين حضراتكم أنا مجهزة مية بتتغلي، يعني أتخلص من أول مرة كده أول ما تغلي، وانزل بالمية المغلية التانية على نظافة، واحط بقى المستكة والحبهان والبصل، سمنة البلدي بتاعتنا، واغطي عليها هتستوى بسرعة. هتخلص من المية دهيت وانا مجهزة مية تانية. هنزل كده اهو بمية تانية نضيفة، وهي طالما يعني مضمونة من عند الجزار ما بيطلعش فيها رغاوي كتير او وش كتير. اسيبها بقى كده هو تقوم بالغليان، لو لقيت اي وش غير مستحب او رغوه طالعه اتخلص منها، وانزل بقى ايه زي ما قلنا بالبصل والمستكه والحبهان فقط لا غير، معلقه سمنه كده هو حلوه عشان تطلع معانا شوربه نظيفه. وبألف هنا وشفا على اللي يعمل، بألف هنا وشفا على اللي ياكل. يا دوب كده هو اخدت غلوتين، طبعا لسه ما دخلتش في السوا. هنزل كده هو بكام حبايه، ومعايا البصلايه، وانزل بفص مستكه. طبعا هي مش محتاجه، الشوربه دسمه جدا، هي مش محتاجه ان انا احط سمنه يعني. احط كاسين مستكه، مستكه الحره بتبقى بتخلي الشوربه تحفه يعني. ارجع اغطي عليها. طبعا شيء لزوم الشيء، هنعمله رز الابيض، حته سمنه بلدي كده، بنغلف الرز كله بالسمنه. في ناس بتحب، وانا ساعات بعمله كده هو بمعلقه زيت، بيدي برقه حلوه كده للرز وبيبقى مفرفر. بدل ما الرز بتاعنا يستوي انا محضره هنا هو العيش بتاع الفته، بحط له معلقه زبده كده وبحمصه، يبقى حلو جدا برضو مع يعني لو ما عندكيش عيش اللي هو البلدي بتاعنا المقمر
بتتصرفي وتعملي العيش العادي الطري، بتحمريه كده. هو هنزل بقى بمقدار الميه بتاعتنا، تشرب كده هو معانا الرز بتاع الفتة. طبعا بقول للبنويت الصغيرين لما يجي يتشرب معاكي الرز حاولي تعمليه بشوكة او بحاجة مفتوحة، يعني علشان خاطر ايه ما يلزقش ويعجن معانا. هنزل بقى اعمل ايه، اطلع الرز كده على الشياطة واعمل الشيكامبا الاسكندراني. هنزل بمعلقتين زيت كده اهوت علشان خاطر الشيكامبا وانتي بتقدميها جنب منك او على الرز ما تبقاش مجلمطه، يعني نحط معلقتين زيت افضل. نزلت كده اهوت بالثوم، انزل كده بمعلقه بابريكا وحبه خل، وانزل كده اهوت بمعلقه صلصه معقوله عشان متبقاش الشيكامبا صيصه يعني. واللي محبين بقى الحاجات المشطشطه، عندنا معلقه من الشطه، يعني ايه خلينا بين البنين خير الامور الوسط، بلاش اعملها حاميه قوي علشان خاطر جميع الاذواق. حطها كده اهوت في بوله، حبه بتحطوها على الفته او جنب سفرتك كده، اللي حابب بياخد منها معلقه كده ولا حاجه. حمصنا كده اهوت العيش، وادي الرز اهو خلاص، والشوربه يدوب على التحضير. وهو الرز وهو العيش سخن كده راح نزلع كده على طول بالشوربه، حلو جدا. يلا بينا على التقديم. نزلت كده اهوت اول حاجه بننزله بيها العيش، هنحط بعد كده الرز. شايفين زي ما بقول لكم، لما بقول طبعا للبنويت الحلوين الصغيرين اول ما الرز يتشرب بنعملوه بالشوكه كده عشان يبقى مفلفل، ميبقاش الرز ايه معجن. طبعا الكوارع دايما اقول ما بتتاكلش الا غير في بيوتنا، يعني المصامت والحاجات دي ما تضمنيش نظافتها في البيت، بتبقى احسن وانضف واضمن، وحاجه ما عاملاها على ايدك وواثقه من نظافتها يعني. اهم من الاكل تظبيط الاكل، صح؟ Of course. اللي حابب بقى طلعت معايا احلى شوربه طبعا. وحس بقى جنبي بقى الليمون اللي حابب. احلى طبق كوارع تعمليه في البيت كده هوت وتاكلوا كده هوت بألف هنا وشفا يا رب على اللي يعمله على اللي ياكله. أكلة شتوية ومفيدة ومغذية لعشاق الكوارع للناس الأكيلة. اتفضلوا معانا، دايما عامر بيكم وبحبايبكم، وأشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.